إحنا كل يوم بنصحى على ترند جديد، ترند يضحك، ترند يدوخ، وترند ملوش أي معنى. بس في ترند مختلف، ترند جميل، ترند عمره ما قدم وبدأ من آلاف السنين. ترند واحد اسمه نوح. زمان العالم كان ماشي غلط، الشر بقى عادي والصح بقى غريب، لحد ما ربنا قال كفاية، واختار إنسان واحد يمشي معاه، إنسان قلبه نظيف وبيحب ربنا فعلا. ووسط كل الشرور اللي كانت موجودة في كل العالم، كان هو وأسرته بس اللي مع ربنا وبيحبوه وبيمشوا ورا كلامه. وفي يوم ربنا كلم نوح وقال له: يا نوح، الأرض اتملت شر، ولكن انت اللي لقيت نعمة في عيني. اعمل فلك كبير، لأن هيجي طوفان هينقي الأرض. طب يا رب، انت عاوز فلك في وسط الصحراء، طب الناس هتقول ايه؟ ربنا قال له: الناس مركزة في عمل الشر والخطايا ومش مركزين معايا. اعمل الفلك اللي ينقذك انت وأهل بيتك وكل اللي هيسمع كلامك. نوح اشتغل وتعب، والناس كانت بتضحك وتسخر. قالوا: ازاي يعمل سفينة وسط الصحراء؟ هو مش فاهم هو بيعمل ايه، ولا هو عايز اي حاجة ترند واي حاجة تلفت الانتباه؟ لكن نوح كان شايف اللي الناس مش شايفاه، كان شايف السماء. وقال لهم: ربنا بيدي فرصة، في خطر جاي، اللي يسمع ينجو، بس قليل اللي سمع. حتى أقرب الناس ليه قالوا: الناس كلها بتضحك علينا. نوح قال: مش مهم الناس، الصح ساعات بيبقى لوحده، بس دايما بيبقى أقوى. وجه اليوم والسفينة خلصت وبقت جاهزة تماما، وربنا قال لنوح: ادخلوا الفلك انت وكل أهل بيتك، لأني شايفك إنسان بار في وسط كل جيلك، وهتاخد معاك 7 من كل حيوان طاهر ذكر وأنثى، و2 من كل حيوان غير طاهر، وكمان 7 من كل طائر في السماء، عشان أحافظ على كل السلالات على الأرض. ربنا دعا المخلوقات كلها، والحيوانات سمعت ومشيت في هدوء من غير ما حد يقودها. نوح قال اللي خلقهم هو اللي بيقودهم، والناس لسه واقفة مستنية تشوف ومش مصدقة. وفجأة السما اتملت سحاب ونقطة مطر نزلت، وبعدها المطر اشتد والأرض غرقت. ناس صرخت وناس ندمت، لكن الوقت كان خلص. الباب اتقفل، مش بإيد نوح، بإيد ربنا، واللي كانوا جوه الفلك كانوا في أمان. وبعد 5 شهور بالظبط من وقت ما بدأ الطوفان، وقف المطر والسفينة رسيت على قمة جبل أرارات. وبعد 2.5 شهر تاني المية بدأت تقل أكتر، وابتدت تظهر قمم جبال تانية. وبعد 40 يوم تاني فتح نوح الشباك اللي كان عمله وأطلق منه غراب، وقعد الطائر يطير ويرجع لغاية ما مية الفيضان نشفت من على الأرض. وبعت نوح حمامة عشان يشوف إن كانت الأرض نشفت، بس الحمامة ما لقتش أرض ورجعت تاني علشان المية كانت لسه مغطية الأرض. ونوح بعت الحمامة تاني بعد ما فات أكتر من 2 شهر، وأخيراً الأرض ظهرت ورجعت بغصن زيتون. ربنا كلم نوح وقال له: يا نوح، أطلق كل الحيوانات والطيور والماشية والحيوانات الصغيرة اللي بتزحف على الأرض عشان يثمروا ويكثروا في كل أنحاء الأرض. طول ما الأرض موجودة، الزرع والحصاد، البرد والحر، الشتاء والصيف، الليل والنهار، كله هيفضل موجود. أنا حطيت قوس قزح في السحاب، ده علامة على عهدي معاك ومع كل الأرض. ودايما افتكر عهدي اللي بيني وبينك ومع كل كائن حي له جسد. مش هتوصل المية تاني للطوفان فتهلك كل جسد. حد سأله يعني اللي يمشي في طريق ربنا يبقى عامل ترند؟ نوح ابتسم وقال:
في حياتنا بنشوف ترندات كتير، ترندات بتطلع بسرعة وتختفي بسرعة، وترندات شكلها حلو بس من جواها غلط. بس هدفنا في الحياة مش إننا نمشي ورا كل حاجة مشهورة، ولا إن الناس كلها تقول علينا شاطرين أو جامدين. هدفنا الحقيقي إننا نوصل للسماء، وعشان نوصل لازم دايما نفتح عينينا وندور على الطريق الصح، حتى لو الطريق ده مش ماشي فيه ناس كتير. مش مهم الناس تقول علينا إيه، ولا تضحك علينا، ولا تستغرب اختيارنا، لأن مش كل اللي الناس بتعمله يبقى صح. في طرق سهلة وبتفرح شوية، وترندات ممكن تضحكنا وتخلينا مبسوطين على الأرض، بس في الآخر ما توصلناش للسماء. عشان كده ربنا سايب لنا قصص في الكتاب المقدس، قصص عن ناس عاشت وسط الغلط بس اختارت الصح. نوح اختار يسمع ربنا حتى والناس كانت بتسخر منه، والفتية الثلاثة اختاروا ربنا حتى والنار كانت قدامهم. ودانيال اختار الصلاة حتى وهو جوه جب الأسود. ولا واحد فيهم مشي ورا ترند غلط، ولا واحد خاف من كلام الناس. كلهم اختاروا ترند واحد بس، إنهم يسمعوا ربنا. عشان كده الترند الحقيقي مش اللي يفرحنا شوية، ولا اللي يخلي الناس تتكلم علينا. الترند الحقيقي هو اللي يفرح